الأخ يسأل يقول عن بيعة المجهول للخلافة، هذا لا معنى لها أصلا. كيف تبايع مجهولا؟ تبايع معلوما. بيع الخلافة العامة يشترط فيها يتفق على أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد حين يتفقون على شيء يتفقون على معلوم، ما يتفقون على مجهول. البيعة لا تكون إلا لمعلوم، يكون معروف الشخص، معروف الدين، معروف الإسلام، ويشترط في ذلك أيضا يتفق عليه أهل الحل وأهل العقد. إذا كان معروفا عندي وعند آخر غير معروف ليس مجهولا عند آخر. لكن أنت من أهل الحل والعقد، إذا لم تكن من أهل الحل والعقد لا عبرة بذلك، لا بد يكون من أهل الحل ومن أهل العقد. ولكن كل رجل يأخذ البيعة لنفسه ويقول المعلوم، يطلب البيعة من الآخرين تحت مسمى أنه معلوم، هذا غير صحيح. لا تصح البيعة للمعلوم، ويتفق عليه أيضا أهل الحل والعقد. ويشترط في ذلك شرط ثالث، أن يكون له أرض، يكون له أرض ومنعه. إذا لم يكن له أرض ولا شوك ولا منعه فلا تصح بيعته.